هذا الشيء اللي صار اليوم بمدينة إدلب هذا الشيء جدا مرفوض. انت كمجاهد حقك، وانت اخونا حقك تكون على خط التماس، حقك عم تدافع عن الشعب، مو لتنزل تضرب بالشعب. هذا الشيء صار اليوم بمدينة إدلب كارثي، كارثي بحقنا امام النظام المجرم. شمت فينا انيتوا عم نقتل بعض، شمت فينا نحن المسلمين عم نقتل بعض. ما حرام؟ لازم هاي المهزلة توقف بأسرع وقت، لأنيتوا ما لهم ذنب، لا هدول ولا هدول. المتظاهرين عم يطلعوا بيحكوا كلمتهم، حقهم بأي من كان، حقهم بكل الشعوب. مسموح للمواطن يطلع يعبر عن رأيه، يطلع يتظاهر، إلا عنا بسوريا القمع. القمع هذا أهم شيء عنا بسوريا. لذلك لازم نكون نحن إيد وحدة لنسقط نظام الأسد. يعني هلأ نحن لازم نكون عون لأخواتنا المعتقلين، عون لأخواتنا المعتقلين، وعون للنساء المعتقلات. لازم نكون عونا لهدول النساء الأرامل اللي عم يستنونا لنحرر البلد، لنطالعن على مناطقهم، نرجعن على بلادهم، ما يضلوا ناسحين. لذلك لا تعتادوا المشهد، وخلوكم ايد وحدة ضد هذا النظام. نحن طلعنا نسقط النظام، طلعنا هدفنا كان تسقيط هو بشار الأسد.